كانتا كأي فتاتين تتسوقان، تتمتعان بيومهما، ولا يمكن لأحد أن يتوقع منهما التخطيط لأخذ كلب. ذلك الكلب من نوع يوركي يزن أقل من كيلوغرام، يبلغ سعره $1300. اختطف في ثوان. قدمت الفتاتان إلى متجر الجراء حوالي الساعة 5. إحداهما باشرت بالتحدث مع صاحب المتجر الذي كان منشغلا بمسح أرضية المتجر، والأخرى استولت على جرو وهي تتناول شرابها، وحاولت أن تضع الجرو في حقيبتها، ولكن بمجرد انتهاء صديقتها من الحوار تبعتها للخارج. كنت قلقا من انزلاق أحدهم على الأرض في ذلك الوقت، ولم أعلم أنهما تريدان الاستيلاء على الجرو. واتقت الكاميرا العملية من زوايا متعددة. هذه أقرب زاوية تصوير تظهر فيها الفتاة تضع وشما على كتفها الأيسر. عندما تسرق كلبا فإنك ستدفع ثمنه كاملا عند القبض عليك. هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض الكلاب للسرقة. رصدت الكاميرا رجلا يسرق جروا ثمنه $800 ويضعه في سرواله. ذهب به لسيارته ثم عاد لأخذ جرو آخر فقبض عليه بالمتجر. أشكر هؤلاء الشباب، فبفضلهم منذ 2 سنين تمكنت من إعادة جروين، وسنتمكن من القبض على الفتاة أيضا.